السيارة والبيت. قالت حولها باسم اخوك. صجيت انا اخوي يا حولها باسم اخوك تصير انت يد قدام ويد ورا، لا موظف ولا سيارة ولا بيت، بعد ايش تبي؟ وقدم يا مال الغنيمة، خذ الدراهم وحط عباس على الدباس. حط اللي بتاخذ الحكومة منا على اللي عندي، حولها على حسابي على طول ونجمع عيالنا. صجته وجته مثل ما يجي الشيطان ابن ادم. قال تم. راح وحول باسم اخوه السيارة والبيت، وفعلا هو على عقد مع الحكومة مع الشركة، والشركة مالكها تاجر عراقي ساكن في لبنان. المهم راح وقدم وفعلا حصل المبلغ الشهري اللي يطلع له وحطه على حساب زوجته. زانت الامور، والله الامور راكده هالحين. جاء ذاك اليوم قدر الله ولهم في الدور الثالث يصبون سقفه، وتعرفون يخشبون، ثم يجي البمب هذا ويصب